بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أهلا ومرحبا بالشيخ معنا في هذا اللقاء. مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بهذا السؤال لأحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم ابتداء القنوت بالحمد لله، وهل هذا وارد؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، لا بأس أن يبتدأ القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه، وإن ابتدأه بقولها اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك فحسن، وإن ابتدأه بقولها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت فلا بأس. الأمر في هذا واسع، والمهم أن الإنسان يقنط. ولكن هل القنوت سنة كلما أوتر أو أحيانا أو في وقت مخصوص؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي أنه لا يقنط إلا أحيانا، وأن الأصل عدم القنوت، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووتره في الليل لا يذكرون أنه كان يقنط، وإن كان ورد في ذلك شيء فهو على وجه ضعيف. فالأصل في الوتر عدم القنوت، وإن قنت فلا بأس. واستحب بعض العلماء المداومة عليه في شهر رمضان في التراويح، وقال لأن الناس مجتمعون والدعوة حرية بالإجابة مع الاجتماع عليها.